ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير باذن الله كده. نستعين بالله ونبدا الباب الثاني طبعا، ولكن قبل ما نبدا نصلي على النبي، وعايزين نترحم على اللاعب اللي بات. يعني انا ماليش في الكوره، ولكن سبحان الله يعني قطع قلب الواحد المات ده. يعني بيبين لنا ان الدنيا فعلا يعني لا تساوي شيء. اللي هو يمتلك شهرة، يمتلك فلوس، كل حاجة انت نفسك فيها، وفي ثانية واحدة بدون أي مقدمات مات. يعني ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله. ودي رسالة لنا كلنا. أتمنى بس حبيت أنبه كده في الأول عليها، دي رسالة لنا كلنا اللي إحنا حبة هنا وماشيين. الناس اللي بتنتحر بسبب امتحان جه صعب، مش عارفة إيه، كلام عبيط كده. ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم. طيب، احنا باذن الله هنكمل النهارده حل الباب الثاني، تمام؟ ولكن خليني اقول لك قبل ما نبدا في الباب الثاني كم معلومه كده. اول معلومه، سؤال بيجي للازهر: قارن بين التحليل الكمي والتحليل الوصفي. طيب، اول حاجه ده سؤال بيجي لك قارن بين، ماشي؟ انت مش هتقعد تكتب حاجات كتير ولا تكتب ايه ومش عارف تكتب ايه. انت هو التعريف ده والتعريف ده وشكرا. وخليك دايما ذكي وبص الدرجات دي بكام. يعني لو لقيت مثلا درجات كتير، فلا انت محتاج إيه اكتب. حتى انت لو مش عارف تكتب ايه، اكتب اي معلومه عن الحته دي. طب لو لقيت درجات قليله، لا، تعريف، معادله، ما تجودش من عندك. طيب، كان ايه هو تعريف التحليل الكمي؟ كان يستخدم في تحديد نسبة او تركيز كل مكون من مكونات المادة. طيب، التحليل الوصفي يستخدم في التعرف على مكونات المادة. صح ولا مش صح؟ صح. يبقى ده كان اول حاجة، ايه؟ التعريفين. طيب، في حاجة انت عايزة تقولها كمان؟ كنا بنقول ان جميع املاح البيكربونات والنيترات والصوديوم والامونيوم والبوتاسيوم بتدوب فين؟ في الميه. يبقى انت تبقى عارف برضو كان ايه اللي كان بيدوب في الميه، عشان لو جات لك ايه اختيار. يبقى تاني، ايه اللي كان بيذوب في الماء؟ جميع املاح البيكربونات والنيترات والصوديوم والامونيوم والبوتاسيوم. طيب، كان عندك املاح البيكربونات كانت بتنحل بالحراره وبتدي ايه؟ وكانت بتدي ميه وثاني اكسيد الكربون، املاح البيكربونات كلها. طيب، حاجة تانية كمان، عايزين نشوف الالوان والكشف قبل ما نبدأ في الحل. انا بس حابة اأكد ان انا بكلم دلوقتي حد مذاكر، عشان اما اقول له لو جالك كيف تميز ما بين كبريتات النحاس CuSO4 وكبريتات الحديد FeSO4، فانا بكلم تاني يعني حد ذاكر. وده اصلا ليه بنزل الفيديوهات بالليل، اللي هو انت تكون حضرتك ذاكرت فجاي بتسمع بتراجع بتحل بس. طيب، والله حد قال لي انا ممكن طبعا اول ما شاف CU فقال خلاص هيبقى H2S في وسط حامضي اللي هو HCl، ده هيدينا راسب اسود. وقلنا بقى اول ما اشوف كبريتيد سواد، سواد، راسب اسود، يذوب فيه حمض النيتريك الساخن، يذوب. يبقى ده راسب اسود ايه؟ يذوب. قام حد تاني ردت عليا وقام قايل لي طب ما انا ممكن احط NH4OH. اقول له تمام، انت كمان صح. لو انا حطيت NH4OH ده طبعا، لو انا حطيت HCl H2S ده مش هيدي. طيب، لو انا حطيت NH4OH ده هيدينا راسب ابيض، وكان كمان بيتحول لابيض مخضر عند تعرضه للهواء، وده برضو يذوب في الاحماض الساخنه. امال ده في ال NH4OH مش هيدي، في هيدروكسيد الامونيوم مش هيدي. تمام؟ يبقى دي مهمه جدا. يجي يقول لك كيف تميز ما بين كبريتات النحاس وكبريتات الحديد الثنائي. طيب، لو جه قال لك كيف تميز ما بين كبريتات الالومنيوم Al2SO4 باي 3 وكلوريد الحديد مثلا FeCl، كلوريد الحديد الثلاثي FeCl3،
اميز ما بينهم ازاي؟ طبعا انت عندك كبريتات الالومنيوم، كبريتات حديد ثنائي، كبريتات حديد كلوريد حديد ثلاثي، التلاتة بقدر احط عليهم NH4OH. طيب يبقى احنا بقى نجمعهم مع بعض كده. كان عندي كبريتات الالومنيوم كان بيديني مع ال NH4OH راصب ابيض جيلاتيني يذوب في الأحماض. تمام؟ تمام، أنا عارفة إن خط حلو حبتين تلاتة. طيب وكبريتات الحديد الثنائي لسه قايلينه هيديني راصب أبيض بس يتحول إلى أبيض مخضر عند تعرضه للهواء. طيب كلوريد الحديد الثلاثي بيديني راصب، فاكرين؟ بني محمر، بني محمر، كان بيدينا بني محمر. يبقى كلوريد الحديد الثلاثي كان بيدينا راصب بني محمر جيلاتيني، والتلاتة كانوا بيدوبوا في الأحماض. تمام يا باشا؟ يبقى انت عندك دلوقتي كبريتات الألمنيوم، كبريت حديد ثنائي، كلوريد حديد ثلاثي، التلاتة NH4OH اميز ما بينهم. طب كلوريد الكالسيوم، فاكر كلوريد الكالسيوم؟ Cl2، فاكره؟ لو انا عايزه اميز ما بينه وبين مثلا FeCl3 بطريقه غير ال NaOH، والله يا قام حد قايل لي سهله، كنا بنضيف عليه كربونات الامونيوم NH4/2CO3، كربونات الامونيوم. كان ايه اللي بيحصل؟ كان عندي كلوريد الكالسيوم هنا بيكون راصب ابيض، وكنا بنقول يذوب في HCl مخفف. تمام؟ ده هيديني راصب ابيض. عندي كلوريد الحديد الثلاثي مش هيدي حاجه. تمام؟ طب ممكن اميز كلوريد الكالسيوم ده ممكن اميز بيه بحاجه تانية. قام حد رد عليا قام قايل لي انا ممكن احط H2SO4 مخفف، التجربه التاكيديه بتاعته مخفف كان بيدينا ايه؟ برضو راصب ابيض. قام حد بقى قام ردد عليا وقام قايل لي ايه؟ طب اقول لك على حاجه. ايه؟ قال لي انا ممكن اكشف عنه من غير ما احط عليه حاجه. قلت له يعني هتعمل ايه يعني؟ قال لي فاكره كان حاجه اسمها الكشف الجاف، كان بيديني لون احمر طوبي، اعمل له كشف جاف يديني لون احمر طوبي. تمام. يبقى دي اول حاجه عايزه اكد عليها. تاني سؤال عايزه ااكد عليه بيجي في اغلب الامتحانات، يجي يقول لك ازاي تميز لي ما بين اتنين من التلاتة دول، كلوريد الصوديوم NaCl او بروميد الصوديوم NaBr. طبعا دي حاجه سهله جدا. ويوديد الصوديوم NaI. اللهم ارزقنا التذكر وارزقنا الفهم يا رب. طيب لازم يعني المفروض انه لازم يجيب لك واحده من الاتنين من التلاته دول، قارن ما بين. طيب والله كان ايه اللي بيحصل؟ كان انا عندي كان نفسي تكونوا قدامي دلوقتي عشان نقول سوا. انا عندي الكلوريد الصوديوم بروميد الصوديوم كنا بنضيف حمض الكبريتيك المركز عليهم كونج H2SO4. كان كلوريد الصوديوم كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيتصاعد غاز HCl عديم اللون، واللي كان بيكون سحب بيضاء عند تعرضه للنشادر. يبقى السحب البيضاء ده كان بتاع الكلور، وكان بيطلع غاز واحد، حاجة كده كنا بنقولها في الحصة مش هتطرق ليها لان انا عارفة ان هي مش هتجيلكم. طيب بروميد الصوديوم ويوديد الصوديوم الاتنين اللي كانوا بيطلعوا غازين، ما علينا. هنا كان بيتصاعد غاز HBr وهنا كان بيتصاعد غاز HI، والاتنين عديم اللون، والاتنين بيتأكسدوا تاني بواسطة حمض الكبريتيك مرة تانية. بس ال HBr كان بيدينا أبخرة برتقالية حمراء،
ده كان بيدينا برتقالية ايه؟ حمراء. ولو احنا عرضناها للورق لساق مبللة من النشا كان ايه اللي بيحصل؟ بتصفر، بيسبب اصفرار ورقة مبللة لمحلول النشا. اما اليود ده كان بيتأكسد بيدينا أبخرة بنفسجية، واللي كانت بتزرق ورقة مبللة من محلول النشا. يبقى هنا زرق، هنا صفر، هنا كان لونه برتقاني، هنا كان لونه بنفسجي. تمام. طيب وحاجة تانية قال لي انا عندي حاجه تانية اكد بيها. ايه اللي عندك؟ قال لي ما انا ممكن اكد بالAgNO3، التجربه التاكيديه المحببه لقلوبنا كلنا. والله كان ايه اللي بيحصل في الAgNO3؟ كان في الAgNO3 واحد كان بيدينا راصب ابيض، راصب ابيض، ابيض مصفر اصفر، ابيض مصفر اصفر. احنا حافظينهم كلور بروميود، ابيض مصفر اصفر. وده كان يدوب في محلول النشادر، ده كان يدوب ببطء، ده كان لا يذوب. اليود لا يذوب، خليك فاكر اليود قوي، لا يذوب، عشان هنيجي للفوسفات كمان شوية. يبقى انت عندك يوديد الصوديوم كان لا يذوب في محلول النشادر. طب دوت عند تعرضه للشمس كان بيتحول للون ايه؟ بنفسجي في ضوء الشمس. بروميد الصوديوم ال NaBr راسب ابيض مصفر يذوب ببطء في محلول النشادر، ويوديد الصوديوم راسب اصفر لا يذوب في محلول النشادر. واخر حاجه اقول عنها ونبدا نحل، ان انا كان عندي نترات الصوديوم لو انا حطيت لها برضو كونك H2SO4 كانت تجربه مميزه جدا كلكم عارفينها. كان بيتصاعد ابخره NO2، كان بيتصاعد ابخره NO2 البنيه الحمراء. طيب لو انا كنت عايزه ازود كثافتها كنت بضيف ايه؟ خراطه نحاس، حته نحاس. طيب قام حد قايل لي طب ما انا ممكن اكشف عنها باللي انا احط كبريتات حديد ثنائي، كنا بنقول لازم تكون متحضره حديثا، زائد كونج H2SO4، ونقط عليها نقطتين من H2SO4. يعني لو كان في ما بيننا السنة الجاية كنت صورتها لكم في المعمل وعملت ونزلتها لكم. بيتكون حلقة بنية جميلة، حلقة بنية سمراء كده تحفة، يبقى شكلها جميل قوي، بتزول فعلا بالرج او التسخين وبنتمينس عليها، تزول بالرج وبالتسخين. اهم حاجة ركز لي على كلوريد الصوديوم، بروميد الصوديوم، يوديد الصوديوم، بإذن الله تجيلك في الامتحان. طيب حاجة تانية، ايه الحاجة التانية؟ نخش في الأسئلة بتاعتنا بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الناس اللي أول مرة تسمعنا في الباب التاني، ايه الأسئلة دي عبارة عن ايه؟ الأسئلة دي عبارة عن أسئلة مجمعة، مصر وفلسطين والسودان وتجريب الأزهر وتجريب العام، دور أول دور تاني، تجريب فلسطين، كله أسئلة مهمة جدا ما تخش الامتحان من غيرها. طيب تاني عشان الناس اللي أول مرة تسمعنا، ايه العلامات الصفرة دي؟ العلامات الصفرة دي معناها ان السؤال ده مش مهم قوي، حله بعد ما تخلص حل الأساسي اللي هو مش متعلم عليه وتذاكر. اتبقى عندك وقت وعايز تحل حله، غير كده ما تحلوش يعني كأساسي. احنا مش بنحله إلا في السؤال الاختياري. ليه؟ علشان سؤال الاختياري عندكم الامتحان بقى نصه اختياري ونصه مقالي تقريبا، يعني بقى بيجيلك اختياري كتير جدا، فاحنا مش عايزين سؤال اختياري بإذن الله يعدي من علينا. طيب صلى على النبي تاني بقى كده عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ عند إضافة محلول كلوريد الباريوم إلى محلول كبريتات الصوديوم، لو سمعت الكلمتين اللي احنا قلناهم من شوية فهيتكون راصب أبيض. ده سؤال مباشر جدا. طيب
تفاعل محلول ملح نقط مع محلول نترات الفضة يكون راسب أصفر يذوب في محلول النشادر. أنا عندي الراسب الأصفر ده يا بتاع الفوسفات يا بتاع اليوديد، بس إيه اللي بيميز؟ اللي أنا عندي واحد لا يذوب يود، لا يذوب يود، لا يذوب يود، واللي كان بيذوب الفوسفات. فأنا عندي إجابتي هنا قال لي يذوب يبقى الفوسفات. الحتة دي مهمة جدا 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 جدا. تمام. السؤال ده كان جاي امتحانات عام، كان جاي امتحان عام دور أول 2023 السنة اللي فاتت، بس بطريقة مختلفة. كان بيعتمد على إن اليود لا يذوب والفوسفات يذوب. طيب السؤال اللي بعده، عند إضافة حمض HCl المخفف إلى ملح مجهول، حاضر، يتصاعد غاز يحول لون ورقة مبللة بK2Cr2O7 طبعا المحمطة بحمض الكبريتيك المركز من البرتقالي إلى الأخضر، يكون الشق الحامضي للملح المجهول طبعا SO3. سؤال سهل جدا بيديك بيه درجات. يبقى أنا أما أحط حمض الهيدروكلوريك إلى ملح وتصاعد غاز حول لي ورقة مبللة من ثاني كرومات البوتاسيوم من البرتقالي للأخضر، يبقى أنا عندي الشق اللي معايا إيه؟ SO3 سالب 2 اللي هو الكبريتيد، SO3 سالب 2. طيب عند إضافة خلات الرصاص إلى محلول نقط فإنه يتكون راسب أسود. والله ده أنا حتى لو أنا ما أنا عارف المعلومة، طالما شفت راسب أسود يبقى سواد، سواد. وطبعا احنا كنا عارفين ان الاس معناه كبريتيد بالدال، يبقى انت عندك الإجابة رقم د. يعني هو لو جاب لك حاجة زي كده وغلطت فيها مش هقول بقى. طيب رقم 5، تترسب كاتيونات المجموعة التحليلية الثانية على هيئة، طبعا المجموعة التحليلية الثانية كنا بنحط H2S في وسط حامضي، يبقى كانت بتترسب على هيئة كبريتيدات، وده برضو سؤال يعني بيديك عليه درجات. طيب السؤال رقم 6 بيقول لك يستخدم دليل نقط للتمييز بين حمض قوي وقاعدة ضعيفة، طبعا الميثايل البرتقالي، وراجعوا الأدلة، والحتة دي برضو بيجي منها سؤال في الامتحان. طيب السؤال رقم 7 مسألة، سيب المسألة دلوقتي هنحلها كلها في فيديو مسائل لوحده بيجيب كل حاجة. طيب رقم 8، يتصاعد غاز عديم اللون يكون سحب بيضاء كثيفة مع ساق مبللة بمحلول النشادر عند إضافة حمض الكبريتيك المركز. سحب بيضاء وغاز عديم اللون يبقى الكلور. بس مجرد ما تسمع الحبة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت هتعرف تحل الألوان بإذن الله. ايه المرة اللي فاتت دي؟ أول الفيديو. كمل يا ابني كمل. 9، إذا أضيف حمض HCl إلى أحد الأملاح وتصاعد غاز نفاذ الرائحة وتكون راسب أصفر، فإن أنيون الملح يكون، والله طالما تكون راسب أصفر كان مميزة جدا لإيه؟ للS2O3. يبقى أنا عندي الراسب الأصفر مميز جدا للS2O3، مميزة للسيو كبريتات. يبقى أنت تاخد بالك، هو لو قالك عند إضافة HCl وتصاعد غاز تكون راسب أصفر أنيون الملح سيو كبريتات. لو قالك عند إضافة HCl إلى ملح ومش عارفة إيه وخضر ورقة مبللة من ثاني كرومات البوتاسيوم، يبقى أنت هنا إيه؟ كبريتيد. تمام؟ يعني المفروض الحتة دي يعني مميزة جدا 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 للكبريتيد والسيو كبريتات، حتى لو عايزة أميز ما بينهم. طيب السؤال رقم 10، أنا عايزة أشوف السؤال رقم 9 ده جه في امتحان إيه؟ جه ثانوية عامة دور أول 2016. رقم 9 ده ثانوية عامة دور أول 2016. رقم 10، عند إضافة محلول أسيتات الرصاص إلى محلول أحد الأملاح تكون راسب أسود سواد. أنا ما بقرأش اختيارات، ما بقرأش حاجة، شفت سواد وشفت في الاختيارات اختارها. تمام؟ يبقى سواد. طيب اللي بعده،
يتكون راسب أسود عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول كبريتيد الصوديوم سواد. يبقى أنا عندي الإجابة كبريتيد غلط. كبريتيد الصوديوم ما هو كبريتيد تاني، الكبريتيد بالدال اللي هي السواد. طيب السؤال رقم 12 يقول لك غاز نقط يخدر ورقة مبللة بمحلول ثاني كروماتي البوتاسيوم من غير ما نكمل ثاني أكسيد الكبريت. ده السؤال طبعا سهل جدا. طيب رقم 13 بيقول لك عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول ملح نقط يتكون راسب أصفر. طيب يبقى أنا كده يا فوسفات يا يوديد، وهو حاطط لك الاتنين. يذوب في محلول النشادر يبقى الفوسفات، لسه حالينها من شوية كان نفسها. السؤال ده يا جماعة مهم، السؤال ده يا شباب مهم بتاع الفوسفات واليود ده. كنا واقفين عند رقم 14. هنا بقى رقم 14 15 16 18 17، يعني الجزئية دي كلها نفس الفكرة وكانت جاية في امتحانات ثانوية عامة قبل كده. هي ما جاتش أزهر قبل كده بس جات ثانوية عامة كتير يعني. طيب عندك السؤال هنا بيقول لك ايه؟ عند خلط حجوم متساوية من محلولي HCl و NaOH الاتنين نفس التركيز، طبعا مسألة معايرة، نكتب المعادلة. خلاص انت شوف السؤال، تعالى لي هنا بقى. يبقى تاني بسم الله، عند خلط حجوم متساوية من محلولي HCl أدا HCl زائد NaOH، هي كل الفكرة ان هي بتعتمد ان انت تكتب المعادلة وتشوف عدد المولاد، لانك حجمين متساويين فالحجم هيروح مع الحجم، والتركيزات متساوية فالتركيز هيروح مع التركيز. هيتبقى لك NaCl زائد H2O، معادلتك موزونة. اكتب القانون MaVa على Na هيساوي MbVb على NB. طيب MA مع MB عشان التركيزات متساوية، VA مع VB عشان التركيزات متساوية. هيتبقى لك 1 على NA، عدد مولاد الحمض ب1 و1 مفيش يساوي، المفروض ان مفيش يساوي، و1 على NB اللي هي بكام؟ ب1، بس هنا 1 على 1 هيساوي 1 على 1، يبقى انت عندك المحلول متعادل. المفروض وانا بعملها ما اعملش علامة يساوي، ليه؟ عشان انا لسه بشوف هل هم قد بعض ولا لا، بس انا بكتب القانون على طول عشان احنا واخدين اللي هنكتب NaVa على Na بيساوي MbVb على NB. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك عند خلط حجمين متساويين من محلولي حمض النيتريك ادي رقم 16 HNO3 تمام، وهيدروكسيد الكالسيوم CaOH باي 2، برضو هتعتمد على المعادلة. هيديك ايه؟ عادي خالص هيديني ادا CaNO3 باي 2 زائد المية. معادلتك موزونة ولا في حاجة ناقصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، داخل Ca طالع Ca، داخل NO3 واحدة طالعة 2، يبقى نضرب هنا في 2. طيب داخل كام هيدروجينة؟ ادي 2 و2 4 طالع 2، يبقى نضرب هنا في 2. تمام كده اتوزنت. يبقى يلا MaVa على Na، وادي عندك MbVb على NB، هيروحوا مع بعض عشان التركيزات متساوية، هيروحوا مع بعض عشان الحجم متساوي، يبقى 1 على Na عدد مولاد الحمض ب2، وهنا 1 على NB عدد مولات القاعدة ب1، يبقى أنا عندي طبعا 1 ولا النص، أكيد طبعا الواحد أكبر، يبقى أنا عندي المحلول هنا هيبقى قلوي.
وزيها بالظبط نفس الفكرة رقم 17. تعالى يا سيدي، التكرار بيعلم الشطار. عند خلط حجمين متساويين من محلول حمض الكبريتيك، أدا حمض الكبريتيك H2SO4، الأحجام متساوية. تمام. ومحلول هيدروكسيد الصوديوم، أدا هيدروكسيد الصوديوم NaOH برضو ونفس التركيز. حاضر. أدا Na2SO4 زائد H2O. طيب المعادلة موزونة؟ لأ. داخل Na طلع 2 يبقى اضرب في 2. داخل 2H طلع كام؟ على 2H و2 4 طلع 2 اضرب في 2. كده اتوزنت. داخل SO4 طلع SO4. المعادلة تمام. يلا أدا Ma VA على Na MB VB على NB. MA مع MB، VA مع VB، يبقى 1 على NA عدد مولات الحمض ب1، 1 على NB عدد مولات القاعدة ب2. يبقى أنا عندي هنا المحلول هيبقى حامضي. يبقى رقم 17 حمضي. تمام. طيب رقم 18 برضو هنحلها آخر الفيديو. آخر الفيديو الأسئلة دي كلها هتتجمع وتتحل. ادي عندك دي قلنا حمضي، ودي قلنا قلوي، ودي قلنا قلوي، ودي قلنا متعادل. صح؟ احنا حلينا دول كلهم صح؟ ناقص حاجة؟ مهم ان كلهم حتى لو ناقص حاجة يعني ان كلهم نفس الفكرة. تمام. انا حليت معاك منهم اكتر من حليت معاك 3. يعني اي سؤال يجيلك زي ده تقدر تحله باذن الله، سهل جدا. طيب رقم 18 برضو هنحلها اخر الفيديو، فاستنى لاخر الفيديو على كل المسائل. تعال نعلم عليها. رقم 19 نفس الفكرة اللي احنا قايلينها من شوية. عند خلط حجمين متساويين HCl وهيدروكسيد الكالسيوم هتكتب المعادلة وتحلها. طيب 20 مسائل هتستنى للآخر. 21 عند خلط 50 ملي من حمض الكبريتيك تركيزه كذا إلى 100 ملي من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه كذا يصبح لون دليل عباد الشمس. دي نفس الفكرة بس غير لك التركيز. تعال نحلها كده. اهي 21 مسألة معايرة. اكتب معادلة. عند خلط 50 ملي من حمض الكبريتيك المركز H2SO4 مع محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH. طلع الناتج بتاعك هيبقى Na2SO4 زائد مية. نوزن المعادلة. داخل واحدة Na طلع 2 اضرب في 2، وهنا داخل 2 4H هيضرب في 2 لسه عاملينها من شوية. القانون بتاعنا Ma VA على Na هيساوي MB VB على NB. طيب بيقول لك عند خلط 500 ملي من حمض الكبريتيك المركز. طيب 500 ملي حمض كبريتيك هنشيل ال VA ونعوض عنها 500. خد بالك قالك ملي هتقسم على 1000. حد يقول لي ما هما كده كده هيروحوا مع بعض، ال1000 هتروح مع ال1000 بتاعة الVB. معلش خدني على قد عقلي. تركيزه 2/10 مولر، هنشيل الMA وتركيز 2/10 مولر. تمام. إلى 100 ملي من محلول هيدروكسيد الصوديوم. ادي عندك محلول هيدروكسيد الصوديوم هنشيل الVB و100 على 1000 عشان الملي احنا عايزينها باللتر. طيب تركيزه 1/10 مولر. هذا التركيز 1/10 مولر. يصبح لون دليل عباد الشمس ايه؟ طيب على ان ايه اللي هي ان اسد ب1 وان بي ب2. طيب هنحسب دي وهنحسب دي ونشوف هيطلعوا كام. لو حساباتي صح فدي طلعت ب100 ودي طلعت ب5. الأسد ب100 والقاعدة ب5، يعني القاعدة بتغلب. طيب
فإن بيقول لك في السؤال بقى بيقول لك إيه؟ فيصبح لون دليل تباع الشمس في الوسط لونه إيه؟ طبعا في الوسط الحامضي هيبقى لونه أحمر. في الوسط الحامضي هيبقى لونه أحمر، يعني أنت إجابتك هتبقى د. رقم 22 بيقول لك أي المواد التالية يمكن استخدامها لتقليل أثر الرائحة النفاذة لغاز كلوريد الهيدروجين؟ طبعا ال NH3. طيب 23 و 23 بيقول لك الكاتايون الذي يترسب على هيئة كلوريد شحيح الذوبان في الماء. طبعا ده لو انت بتعرفش حاجة، الفضة معروفة شحيح الذوبان الماء دي بتاعت الفضة. رقم 24 الكاتايون الذي يعطي راسب أبيض مخضر، ركز لي في السؤال ده، عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلوله هو. طبعا رقم 24 هتبقى الحديد الثنائي، أبيض مخضر حديد ثنائي، وتراجع لي على الألوان دي بتاعت التلاتة دول، بتاعت الحديد الثنائي والثلاثي والألمنيوم. بعد إذنك تأكد عليهم وانت رايح الامتحان، أنا عارفة اللي انت عارفهم بس تأكد عليهم وانت رايح الامتحان. 25 يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف في الكشف عن أنايون وكاتايون نقط ونقط. طبعا احنا عارفين حمض الهيدروكلوريك بيكشف عن كربونات وكالسيوم، لأ. نيتريت وفضة، يبقى انت إجابتك نيتريت وفضة. طيب رقم 26 من فلزات المجموعة التحليلية الأولى، ده كله بقى كلام أهبل. طبعا الفضة اللي مذاكر هيحله على طول. رقم 27 سؤال هبل طبعا مش هيجي. عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم في 25 ملي من محلول مائي تركيزه 2/10 مولر. طبعا عدد المولات بيساوي التركيز في الحجم. كل الحكاية هنا ما تنساش تقسم الحجم على 1000 عشان تحوله اللتر. هتبقى التركيز في الحجم 2/10 في 25 على 1000 هيساوي 5 في 10 أس -3. طيب رقم 28 يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف في الكشف عن أنايون وكاتايون. طبعا ده سؤال يعني عبيط وهبل، أكيد البي بي والNO2. إذا أضيف حمض كبريتيك المركز إلى ملح صلب فتصاعدت أبخرة برتقالية حمراء، يكون الملح لسه قايلينه NaBr. يعني احنا بقى مش هنكمل الحاجات ال4 أسئلة دول قلناهم قبل كده. نخش بقى على طول على السؤال التاني. صلى على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام وخد نفس وتعالى. على أسئلة علل، وبنبه عليك مرة والتانية والتالتة خصوصا في الباب ده. لو انت كتبت له الإجابة من غير معادلة، أنا لو شفتك مش هحلك. شوف اسمك بمعادلة، طالما في معادلة تكتب له معادلة، ما تقعدش تحت رحمة المصحح. ما تقوليش هو ما قاليش اكتب معادلات، انا بقول لك طالما كتبت اجابتك تكتب جنبها معادلة. طيب يلا اول سؤال معانا في اللي مش متعلم عليه بقى، اظن ان انت عرفت النظام. تسود ورقة ترشيح مبللة بمحلول أسيتات الرصاص عند تعرضها لغاز الكبريتيد الهيدروجين سواد. طبعا أكيد هيتكون راسب أسود من كبريتيد الرصاص. أسكت؟ لا مسكوتش، أقوم كاتب له المعادلة. هي كانت المعادلة عبارة عن إيه؟ والله كنا بقى آدي CH3COO باي 2 BB، لو أنا ضفت له H2S زي ما هو عايز. هو بص أهو، هو هنا بيقول لك إيه؟ تسوية ورقة ترشيح مبللة بمحلول أسيتات الرصاص، رحت كتبت له أسيتات الرصاص الثنائي عند تعرضها الغاز كبريتيد الهيدروجين، رحت كتبت له كبريتيد الهيدروجين، بس طلع له الناتج أتى BBS زائد الاتنين CH3COOH. ده الراسب الأسود بتاعك، راسب أسود. بس هو بيديك درجات، هو جايب لك المعادلة. طيب السؤال اللي بعده رقم 5. يستخدم حمض ال HCl للتفرقة بين ملحي كربونات الصوديوم ونيتريت الصوديوم. طب كويس جدا. أول حاجة أما أنا باخد، هو عايز HCl، ماشي، آدي HCl
مع كربونات الصوديوم. اول حاجه المعادله تتكتب، انا عارفه اللي انت حافظ وهتقول له فعند تفاعله مع ملح كربونات الصوديوم يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق. المعادله الاول ادا Na2CO3. حاضر، لو انا خدته فعلته مع HCl هيديني ايه؟ هيديني NaCl زائد ميه زائد ثاني اكسيد الكربون. صح ولا مش صح؟ صح. اوزن معادلتك، اوزنها انت بقى بعدين. المهم اللي احنا هناخد الثاني اكسيد الكربون اللي طلع هنروح نفعله مع ماء الجير الرائق CaOH باي 2. ما ننساش على السهم يظهر شورت تايم، على السهم شورت تايم، نسيتها ما ترجعش تزعل وانت ناقص في الكيمياء. شورت تايم هيديك ايه؟ هيديك CaCO3 زائد ميه. يبقى هنا فعلا هنا الاجابه اللي انت عايز تقولها له بقى نموذجيه اهي. عند تفاعله مع ملح كربونات الصوديوم اللي حصل؟ يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق. يبقى حدث فوران وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق عند امراره فيه لفتره قصيره. طب عند تفاعله مع نيتريت الصوديوم، ادي عندك نيتريت الصوديوم NaO2 هاخد افعله مع ال HCl. اللي هيحصل؟ هيديني NaCl زائد HNO2. تمام. وكنا بناخد 3 من ال HNO2 كان بيدينا HNO3 حمض النيتريك وميه و2 NO غاز اكسيد النيتريك. يبقى عند تفاعله مع نيتريت الصوديوم بيتصاعد غاز اكسيد النيتريك عديم اللون. امال امتى كان بيتحول عن بني محمر؟ عند فوات الانبوبه. كنا بناخد الاتنين NO نعمل لهم اكسده كان بيدينا 2 NO2 والذي يتحول عند فوات الانبوبه الى اللون البني المحمر. تمام. يبقى الإجابة نموذجية في الحتة دي. وعند تفاعله مع نيتريت الصوديوم يتصاعد غاز أكسيد النيتريك عديم اللون والذي يتحول عند فوهة الأنبوبة إلى اللون البني المحمر. تكتب له المعادلة دي إجابتك خلصت، خدت درجتك. السؤال اللي بعده رقم كام؟ 8. تتصاعد أبخرة بنفسجية عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلى محلول يوديد الصوديوم مع التسخين. حاضر، أكتب له المعادلة، ما أنا ما ورايش حاجة. حمض الكبريتيك لمحلول يوديد الصوديوم، آدي حمض الكبريتيك H2SO4 مع محلول يوديد الصوديوم NaOH هيديني ايه؟ هيديني Na2SO4 زائد 2HI. وما ننساش على السهم عشان حمض الكبريتيك المركز كونك. هنوزن المعادلة، هيبقى هنا 2 وهنا 2. تمام. يبقى نكتب له بقى بعد ما كتبنا له المعادلة نكتب له لتصاعد غاز يوديد الهيدروجين عديم اللون والذي يتأكسد جزء منه بواسطة حمض الكبريتيك. مرة تانية الكلام اللي احنا قلناه أول الفيديو. وتنفصل منه أبخرة اليود التي تظهر بلونها البنفسجي عند التسخين وتزرق ورقة مبللة بمحلول النشا. تمام. يبقى هي لونها بنفسجي، أبخرة اليود بنفسجية، تزرق ورقة مبللة بمحلول النشا. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال اللي بعده رقم 12 بيقولك لا يمكن الكشف عن أملاح الكبريتات باستخدام حمض ال HCl. جميل،
طبعا انا عارفه اللي انت هتقوله، لان حمض الهيدروكلوريك اكثر ثباتا من حمض الكبريتيك، صح؟ لا يطرده من املاحه. ما تسكتش تكمل اجابتك، تقول له وانما يستخدم. اللي بيستخدم بقى في الكشف عن املاح الكبريتات كلوريد الباريوم، وانما يستخدم محلول كلوريد الباريوم BaCl2 للكشف عن انيون الكبريتات، حيث يتكون راسب ابيض من كبريتات الباريوم. تكتب له الاجابه كامله تاخد الدرجه كامله. طيب رقم 13 بيقول لك يجب إجراء التحليل الوصفي قبل إجراء التحليل الكمي. ده سؤال سهل للتعرف على مكونات المادة حتى يمكن اختيار أنسب الطرق لتحليلها كميا. يبقى احنا التحليل الوصفي بيجي الأول وبعد كده التحليل الكمي. طيب رقم 16 بيقول لك تزداد أبخرة ثاني أكسيد النيتروجين البنية المحمرة الناتجة من تسخين حمض الكبريتيك المركز مع ملح نترات الصوديوم عند إضافة قليل من خراطة النحاس إلى التفاعل. أنا عايزة أشوف السؤال ده كان جاي في امتحان إيه؟ رحت أشوفه لقيته جاي امتحان أزهر دور أول 2018. أصل في أسئلة كده تشوفها دي أزهر، يعني ده سؤال كده جاي للأزهر. يبقى أنت عندك السؤال رقم 16 ده كده نعلم عليه بالأحمر، مهم جدا 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 جدا. تمام. بيقول لك ايه تاني؟ تزداد أبخرة ثاني أكسيد النيتروجين البنية المحمرة الناتجة من تسخين حمض الكبريتيك المركز مع ملح نترات الصوديوم عند إضافة قليل من خراطة النحاس. طبعا احنا عارفين حمض الكبريتيك المركز أكثر ثباتا من حمض النيتريك، هيطرده من أملاحه ثم ينحل حمض النيتريك إلى غاز ثاني أكسيد النيتروجين ذو اللون البني المحمر، وعند تفاعل النحاس مع حمض النيتريك يتصاعد المزيد من غاز ثاني أكسيد النيتروجين. حد حافظ وذاكر ممتاز، خد الدرجة. ولكن ما ننساش المعادلة. بعد الكلام اللي انت قلت ده كله نكتب بقى المعادلة بتاعتنا. ادي معاك ال NaNO3 زائد حمض الكبريتيك المركز H2SO4 على السهم كونك هيديك ايه؟ هيديني Na2SO4 زائد ال HNO3. اوزن المعادلة بتاعتك، هيبقى هنا 2 وهنا 2. طبعا وزنها مع نفسك عشان وقت الفيديو. طيب هنا بقى كنا بناخد 4 من ال HNO3 واروح اعمل لها انحلال واسخنها، كان بيديني ايه؟ كان بيديني 4 NO2 زائد ميه زائد اكسجين، وكان في هنا 2 ميه. تمام. طيب لو انا خدته ادي ال4 HNO3 ورحت ضفت خريطة نحاس Cu، ايه اللي هيحصل؟ هيزود لي الكمية وهيديني CuNO3 باي 2 زائد نفس الاتنين المية وكمان 2NO2. تمام. يبقى السؤال ده مهم، ركزوا عليه يعني ان شاء الله يجي. طيب رقم 17 يستخدم حمض الهيدروكلوريك في الكشف عن أيون الكبريتيت ولا يستخدم في الكشف عن أيون الكبريتات. خلاص احنا لسه قايلين بنستخدم في الكشف عن أيون الكبريتات ايه؟ اربط كده الأسئلة ببعضها. طيب طبعا احنا عارفين لأن حمض الهيدروكلوريك أكثر ثبات من الحمض المشتق منه أملاح الكبريتيت، ولكنه أقل ثبات من حمض الكبريتيك المشتق منه أملاح الكبريتات. تكتب الإجابة كاملة، تكتب الإجابة بتاعتك كاملة. السؤال التاني بيقول إجابة السؤال تاني عشان أنا عارفة أنا مش حاطلكوا إجابات. لأن حمض الهيدروكلوريك أكثر ثبات من الحمض المشتق منه أملاح
الكبريتيت، ولكنه أقل ثبات من حمض الكبريتيك المشتق منه أملاح الكبريتات. أي حاجة يجي يقول لك ده بيستخدم في الكشف عن ده وما بيستخدمش في الكشف عن ده، أكيد لها علاقة بالثبات. تشوف ده مشتق من أملاح إيه وده مشتق من أملاح إيه وتكتب بنفس الطريقة. طيب السؤال بتاع رقم 21 بيقول لك اغترار ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز عند تعرضها لغاز ثاني أكسيد الكبريت. السؤال ده مهم معلمة لك عليه بالأحمر أهو، والسؤال ده مهم جدا. طيب طبعا برضو هنيجي نكتب له المعادلة. أدا بسم الله الرحمن الرحيم، أدا K2CR2O7. أنا بكتب اللي هو قايل عليه في السؤال. طيب اغترار رقم مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك عند تعرضها لغاز ثاني أكسيد الكربون لغاز ثاني أكسيد الكبريت. أدا H2SO4 اللي هو قال عليه في المعادلة في المسألة، وادي أدا SO2. هو غششني الإجابة. أنا بقى عارف إن هو هيديني K2SO4 زائد، أنا عارفة إن أنتوا مبتحبوش المعادلة دي، زائد Cr2SO4 باي 3 زائد المية. أنا عارفة إن المعادلة دي رخمة وأنتوا مبتحبوهاش، بس لازم اوعك تكون مش داخل بقى الامتحان. هتوزن بقى المعادلة بتاعتك، هيبقى هنا 3 SO2 وبس، هي كده موزونة. تمام. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللي بعده بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كده، اللهم ارزقنا التذكر وارزقنا الفهم وارزقنا العزيمه. بسم الله. السؤال اللي بعده اكتب المصطلح رقم 4. تحليل كيميائي يهدف إلى التعرف على مكونات المادة سواء كانت نقية أو مخلوط من عدة مواد. طبعا ده التحليل الوصفي أو التحليل الكيفي. طيب رقم 5. كاشف المجموعة التحليلية الثانية من الشقوق القاعدية. ركز لي في السؤال ده مهم. كاشف المجموعة التحليلية الثانية من الشقوق القاعدية H2S في وجود HCl، تكتب له H2S زائد HCl. طيب رقم 6. المواد الكيميائية التي تغير من لونها حسب طبيعة الوسط الكيميائي للكشف عن نقطة التعادل. طبعا ده الأدلة. رقم 9. كاشف المجموعة التحليلية الخامسة كربونات الأمونيوم. دي كلها أسئلة سهلة. رقم 10. عملية تعيين تركيز حجم معلوم من محلول حامضي بمعلومية حجم وتركيز المحلول القلوي الذي يتعادل معه تماما المعايرة. رقم 11. دليل يعطي لون أصفر في الوسط القاعدي الميثايل البرتقالي. الحتة دي بيجي منها سؤال، لازم تروح تراجع الأدلة كلهم، والوسط الحامضي والوسط القاعدي بيبقى سؤال مضمون. طيب رقم 12. عملية تهدف إلى التعرف على نوع العناصر المكونة للمادة ونسبة كل عنصر فيها. ده التحليل الكيميائي. ركز كده في السؤال. طبعا لو في حد طبعا رد وقال التحليل الكمي، ما هو نسبة كل عنصر اهو. شوف كده السؤال رقم 2 هنا بيقول لك تحليل كيميائي يهدف إلى تقدير نسبة كل مكون من المكونات الأساسية للمادة. ده تحليل كمي. هنا بيقول لك عملية تهدف التعرف على النوع والنسبة، يبقى ده التحليل الكيميائي. طيب رقم 13. محلول معلوم التركيز يستخدم لتعيين تركيز محلول آخر مجهول التركيز. المحلول القياسي اللي احنا بنتهزأ عليه في الكلية عقبالكم، المحلول القياسي standard solution. رقم 14. غاز عديم اللون يتحول إلى البن المحمر عند فوات الأنبوبة. طبعا أكسيد النيتريك NO. السؤال ده مهم، ركز عليه.
رقم 15 طريقة تعتمد على فصل العنصر المراد تقديره على هيئة مركب نقي شحيح الذوبان في الماء. طبعا طريقة الترسيب. رقم 15 الترسيب. رقم 17 أبخرة لونها برتقالي محمر تسبب اصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا. طبعا أبخرة البروم برتقالية تسبب اصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا. رقم 18 الدليل الذي يكسب الوسط الحمضي لونا أصفر. طبعا أزرق بروميسيمول. يبقى انت عندك الدليل الذي يكسب الوسط الحمضي لونا اصفر ازرق بروميسيمول. وبرده الجزئيه دي تراجع عليها كويس، عدت المره الثانيه والثالثه والرابعه بيجي لك نقطه في الامتحان منها بتحلها بتاخد الدرجه. تمام. طيب بالنسبه للمعادلات بالظبط نفس الكلام اللي انا قلته في معادلات الحديد. انا مش هقعد احل لك كل دول. انت لما تيجي تحل هتحل اللي عليه اللي مش عليه ارقام، والباقي حله شفوي. تمام. اللي مش عليه ارقام حله بايدك. اللي مش عليه ارقام اللي مش عليه لون. تمام. الاسئله المهمه برضو في المعادلات هبقى اكد لك عليها كده على التليجرام، هقول لك ركز على كذا ركز على كذا. لكن طبعا المخططات والحاجات دي خلاص احنا قلناها 100 مره في الشرح، وده مش وقت ان هي تتقال فيه. السؤال رقم 17 ده عايزه احله معاك معلش. بيقول لك ايه؟ يوضح الشكل البياني ارتفاع الراسب المتكون في انبوبه اختبار عند اضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم الى محلول كلوريد الحديد الثلاثي. وضح على نفس الشكل التغير الحادث في الشكل المقابل في المنحنى عند استبدال محلول كلوريد الحديد الثلاثي بمحلول كلوريد ألمنيوم مع التفسير. اقول لك على حاجه، حلها انت في التعليقات وقول لنا اجابتك هتبقى ايه، وانا هرد على كل واحد في التعليقات مهما كان العدد واقوله صح ولا لا. طيب تاني حاجه هبعتها لكم محمول على التليجرام بس بعد ما اشوف اجاباتكم. تاني حاجه المسائل الباب الثاني مع الباب الثالث مع الباب الرابع هتنزل لكم باذن الله بفيديو منفصل تماما عن الشرح عن الحل ده. عذرا غالبا هتنزل النهارده بالليل، بس بالليل متاخر يعني على الساعه 12 واحده كده. تمام. يبقى انت معاك جزء المسائل ده جزء مضمون في الامتحان، اوعك تدخل من غيره. وانا باذن الله هقول لكم المسائل بتيجي في الازهر ازاي، والحمد لله هي بتيجي ثابته ما بيلعبش فيها، والمسائل بتبقى سهله ولذيذه جدا جدا جدا. احنا لحد هنا خلاص خلصنا الباب الثاني، هنخش على الباب الثالث والباب الرابع باذن الله. كل ده هيكون خلصان بالكتير جدا بكره. تمام. برضو ممكن بكرة ينزل لكم الفيديو متأخر بالليل بتاعهم، عشان انا لو يعني مشاكل عائلية عندي تدريب لازم انا اروحه، ما رحتوش الاسبوع اللي فات عشان امتحانات الثانوية العامة كانت المراجعة معاهم، بس المراجعة معاهم كانت لايف. فانا لو ما رحتش بكرة ماما هتتبرى مني، وهنتقابل في مسامح كريم انا وانتوا كلنا. بس فانت عندك دلوقتي معاك فيديو الباب الثاني، ركز في الحاجات اللي انا قلت لك ركز عليها. المعادلات بتاع الباب الثاني سهله، المسائل اللي انتوا سالتوني عليها كتير من عينيا هبين لكم ان موضوع مسائل الباب الثاني ده تافه، وهتروح بكره باذن الله يوم الاربعاء باذن الله تقفل جزء المسائل ده. اول حاجه هقول لك باذن الله ان انت هتبدا بالمسائل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم دايما يعني استعملنا ولا تستبدلنا. وفرحت بكم جدا في التعليقات اللي انتوا كنتوا عايزين بقيه الفيديوهات. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.